بعد فوز النادي الاهلي على يانج افريكانز، فوز كويس، حاجه ابتدت تبان فيها تريكات هتنفعنا في ماتش الزمالك جدا. اداء النادي الاهلي والكثافه اللي بيحاول يعملها مارسيل كولر جوه ال 18، اللي المفروض ان لعيبه الاهلي تستغلها افضل من كده. الكثافه اللي محتاجه هدوء في الفينش، مش سربعه. انا هعرض لكم الحالات دلوقتي، هوريكم الكثافه وهوريكم تصرف النادي الاهلي ولاعيبته جوه ال 18 وهم بيفنشوا. هي الازمه الوحيده. الكلام ده لو اتطبق في ماتش الزمالك مع فينش بجوده اعلى، انت تكسب وتكسب بسكور كمان. هنا احنا في اول الماتش برضه كولر بيطبق الفكره من اول الماتش. مفيش حاجه اسمها انا بشوف الفريق اللي قدامي اكيد انا بتفرج عليه اصلا، مش محتاج ان انا اتفرج جوه المباراه. لو خدنا بالنا كوكا وعمرو السولية الاتنين ضمين لجوه مع موديست، مضايقين المساحه في العمق وفاتحين ببيرستاو وبحسين الشحات على الاطراف، مطين الدفاع بتاع يانج افريكانز. اي كره تتلعب من ورا، تتلعب ثرو، تتلعب اي كره طوليه، فاصبح في مساحه عندك لان الدفاع بقى مفتوح. انت شديت اللعيبه بتاع يانج افريكانز او اي فريق، فخليت فيه فراغات بين المساك والباك، المساك اللي جنبه. هي دي اللي عايز يعملها كولر. نفس الفكره مروان عطيه قدام. لو خدنا بالنا هنا السولية وكوكا الاثنين على الدايره قدام، هي الطريقه واحده. الكره هنا في نص الملعب بتاع النادي الاهلي، موديست جنبيه نزل السولية استلم، وبعد كده سحب نفسه السولية، بقى السولية وكوكا وموديست وحسين الشحات وعلي معلول، كل دول على خط واحد على الدفاع، 5-4. ده اللي يؤدي ان انت تعمل فرصة وتعمل خطورة. الكرة هنا اتلعبت لحسين الشحات، ما لعبش بالعرض، ما لحقش الكرة، بس في 4 جوه ال 18. هي دي الكثافة اللي مطلوبة، هو ده النادي الاهلي. ما ينفعش ان انا هاجم بلاعب او 2، انا اهاجم بغزارة، اعمل خطوره على الفريق اللي قدامي. الكره في نص ملعب النادي الاهلي برضو لسه بنتكلم في 5 دقايق. خدنا بالنا هنا كوكا جوه في العمق جنب موديست، وبيرستاو ضم لجوه. اكرم بقى هو اللي فتح على الخط، فاصبح انت عندك 4 لعيبه دايما مقابلين لدفاع يانج افريكانز او اي فريق عامه. يعني انت لو طبقت الكلام ده قدام ماتش الزمالك، لا هيبان، هتحس بخطوره عاليه جدا على دفاع نادي الزمالك اللي هو اصلا نص ملعبه عنده مشكله. هنا الكره راحت لحسين الشحات. لو خدنا بالنا بصوا الكره حسين هدي 3 جوه ال 18 وبيرستاو جاي من الناحيه الثانيه خالص. هي دي الكثافه اللي مطلوبه من النادي الاهلي. هنا كوكا رافع ايده، الكره ما اتلعبتلوش برضه. كوكا بيرستاو ضم لجوه، اكرم فتح، حسين الشحات فتح، بقى اصبح 5-4. طب الكثافه دي بتأدي لإيه؟ بتأدي لخطورة، بس الخطورة دي محتاجة لعيب يفنش. ده اللي أنا بقوله، محتاج لعيب أيا كان اللعيب، لو مساك ودخل جوه ال 18 جودة الفينش. هنا الكرة دي اتلعبت من عبد المنعم لعلي معلول. علي معلول حطها بالعرض، أنا في رأيي الكرة دي مش تسلل، حطها بيرستاو في الجون. دي من ضمن الكثافة، 3 ولا 4 جوه ال 18، ده هيأدي لك في الآخر لخطورة. الكرة هنا بتتلعب بالعرض، رجعت اتقطعت، قطعها اكرم، حطها لحسين الشحات، حطها لبيرستاو، 3 ولا 4 جوه ال 18. بيرستاو اتزحلق في الكرة دي. هنا الكرة مع اكرم لعبها 1-2 لبيرستاو، 3 جوه ال 18 من النادي الاهلي. اي كرة عرضية لو اتلعبت هتسبب خطورة لازمة. انت حتى هتريح المهاجم بتاعك لما تعمل حاجة زي كده. المهاجم بتاعك هيستريح، اصبح مش كل العين عليه، لان في كذا لاعب معاه تاني حتى لو ما بيجيدوش اللعب بضربات الراس، بس وجودهم في ال 18 فهم بيفتحوا له مساحه يقدر المهاجم بتاعك يعمل حاجه ايا كان اسم المهاجم اللي بيلعب. كره تانية في نص ملعب النادي الاهلي اتلعبت لبيرستاو، حطها لكوكا، كوكا حطها يعني معلمه بصراحه، راحت لحسين الشحات. كثافه، التفكير بقى بتاع لاعبين النادي الاهلي ما حطش الكره صح، الكثافه عملت لك خطوره. خدنا 5 لعيبه 6 لعيبه من النادي الاهلي جوه ال 18 يقدروا يسببوا لك خطوره على اي دفاع ايا كانت قوته او ضعفه. كره تانية هنا اتلعبت راحت في نص الملعب، راحت لقفشه، راح حاطط الكره ثرو. الكره دي اتحسبت تسلل، بس لو بص هنا الكره وهي بتتفنش 4-3. في مدافع من لعيبه يانج افريكانز يعتبر اتضرب،
بالكوره هنا 4 لاعبين من النادي الاهلي مقابل 3 من النادي الاهلي من نادي يانج افريكانز. الكوره دي لو مش تسلل الكوره دي هتبقى جول، باينه هنا قوي اهي. لعيب الباك اليمين بتاع يانج افريكانز اتضرب، الكره دي اتحسبت تسلل، وكانوا 4 جوه ال 18 من النادي الاهلي. فالكثافه يا جماعه، الكثافه هي دي سمات الفرق الكبيره. الكثافه جوه ال 18 تأدي الاهداف، تأدي المكسب، تأدي الاداء والفرص. اتمنى الكلام ده يتطبق في ماتش الزمالك. اتمنى كمان اشوف رايك، لو الكلام ده اتطبق في ماتش الزمالك هنكسب كام؟ سلام.